بيبدأ ملخصنا بمباراة ملاكمة بين شخصين، وبيتضح لنا إن ده حلم بيحلمه بطل القصة. أما هنا بنشوف ملاكم بيبان عليه إن هو قوي وخطير جدا وضخم، وبيبقى بيلعب مباراة ملاكمة في السجون بلا أخلاق وبلا قواعد. وهنا بنلاحظ عنفه الشديد وعدم رحمته بالخصم، وفعلا بيقدر يوقع الخصم ويفوز بكل سهولة عليه. وعشان نعرف العلاقة بين المباراتين بيبدأ فيلمنا ببطل القصة بويكا، وهو بيتقدم بمساعدة للكنيسة. وهنا بنشوف الجانب التاني من شخصية بويكا، وهو المشاركة في نزالات قوية جدا بتبقى عليها مراهنات مالية. ودلوقتي بنشوف بويكا مع الخصم قبل النزال، وطبعا المعروف عن بويكا ان هو ملاكم قوي وشرس، وممكن برضو وانه بيندمج في النزالات لدرجة ان هو ممكن ما يحسش بقوة الضربات اللي بيوجهها للخصم بتاعه. وده فعلا اللي بيحصل دلوقتي في النزال ده، انه بسبب قوة ضربات بويكا بيؤدي الى وفاة الخصم اللي قدامه. وهنا برغم ان بويكا اللي فاز بيبقى متضايق جدا، لانه بيكتشف ان الخصم اللي قدامه ده كان اضعف من انه يواجهه. وهنا بويكا كان بياخد فلوس النزال ومكانش يعرف ان الخصم بتاعه يصاب بإصابة كبيرة جدا ممكن تؤدي لوفاته. وللأسف فعلا المنافس مات، وراح بويكا للوكيل بتاعه عشان يتخانق معاه، عشان هو وقف قدامه منافس ضعيف جدا، طلب منه انه يعرف بيانات المنافس ده. اكتشف ان المنافس ده كان داخل النزال ده عشان زوجته وبنته. وهنا بنشوف زوجة الملاكم وهي ريحة العزا بتاعه، وبيظهر قدامنا ان هو في راجل قدامها واقف عنده نفوذ كبير جدا بس شرير، ويواسيها بس بطريقة غريبة جدا. بنشوف بويكا وهو واخد جواز سفر من الوكيل بتاعه، عشان هو قرر يسافر عشان يساعد زوجة الملاكم ده. وهو في الطريق بتدخل الشرطة وبتطلب تراجع جوازات السفر. هو بيبقى قلقان جدا بس الموقف بيعدي، بيدخل فعلا حدود البلد. بعد ما بيوصل بيحط حاجته في اوضته وبينزل عشان يروح للزوجة وبنتها ويساعدهم. واثناء ما بويكا بيفكر يديلها الخطاب اللي زوجها كاتبهولها، بيلاحظ دخول راجل غريب على الزوجة، بيبدأ يتكلم معاها. بعد ما بيخلص كلامه بيبدأوا يتحركوا على العربية وبيبدأوا يركبوا، وبعد ما بيركبوا بيتحركوا بقى. وهنا بنشوف الراجل المريب اللي كان بيسلم على الزوجة وقت العزاء وهو بيتفرج على مباريات ملاكمة في الكاميرا. وبيظهر هنا بويكا وهو بيراقب الزوجة، واللي من الواضح انها بتشتغل نادلة هنا، وبيوقفها بويكا عشان يكلمها على موضوع الرسالة اللي زوجها سايبها لها. وبيجي هنا حراس الأمن وبيقولوا لها تروح على شغلها، وبيطلعوا بويكا بره. واثناء خروج بويكا بيكون الراجل الشرير المريب بيراقب من الكاميرات. وهنا الرجاله بتفهم ان بويكا عظمه طريه وبتحاول تديله علقه، بس بويكا الشبح بيكومهم في ثواني. وهنا ابو الغضب بيعرض على بويكا انه يشارك في نزالاته، بس بويكا بيفتكر النزال بتاع زوج السيده وبيرفض. وهنا الحارس بيعترف بويكا وهو داخل للزوجة وبرضه بيكومه، وبيدي الخطاب للزوجة اللي بيبان عليها التأثر والحزن الشديد. وأثناء لما أبو الغضب بيتكلم مع دراعه اليمين عن ضم بويكا، بيقول له ليه انت متمسك بالملاكم ده؟ بيقول له عشان هو ملاكم قوي جدا، وبيدخل عليهم في اللحظة دي وهو بيضرب رجالته. وهنا بنشوف أشهر ملاكم عند أبو الغضب وهو بيهدد بويكا وبيقول له إن هو لو نزل له في نزال هيدغدغه، لكن بويكا بيقول له أنت بتحلم يلا. وهنا بويكا بيقول لأبو الغضب إن هو موافق يشارك في 3 نزالات قصاد حرية الزوجة. بيكلم بويكا وكيله وبيقول له على قراره اللي بيكون قلقان جدا عليه. وهنا بنشوف مكر أبو الغضب وهو باعت الزوجة عشان تتكلم مع بويكا ويحسسه ان هو لو كسب فعلا هيحرر الزوجة. وطبعا الزوجة بتحذره منه وبتقول ان هو شرير جدا خلي بالك منه. وبيزيد هنا مكر ابو الغضب لدرجة ان هو حرض الملاكمين على بويكا عشان يغتتوا عليه وميعرفش يتدرب، بس بويكا بيكومهم. وبنشوف هنا بويكا في النزال الاول ليه واللي بيواجهه خصم متوسط القوة واللي ما بياخدش معاه اي وقت. بويكا بيعرف يضربه كمية ضربات قوية جدا لدرجة ان هو خلص عليه بكل سهولة. وطبعا بويكا بيرفض انه ينهي حياته. وهنا افضل ملاكم عند ابو الغضب بيهدد بويكا وبيقول له انه كل ده لعب عيال وانه يستناه في المباراة الاخيرة. وهنا ابو الغضب بيقول للزوجة تقدم كاس لبويكا احتفالا بانتصاره الاول عشان يطمعه ويحسسه انه قرب يحرر الزوج. وهنا بتاخد الزوجة بويكا عشان يتدرب في مكان زوجها عشان يبعد عن المشاغبات. وهنا الام بتحاول تمشي بنتها واصحابها عشان ما يضايقوش بويكا، بس بويكا بيقول لها لا انا مش متضايق. وهنا بنشوف بويكا في النزال التاني واللي من الواضح انه اصعب من الاولاني، لان ابو الغضب مدخله 2 من الملاكمين بيفضل يتفاداهم ويحاول يضربه. بس على مين؟ ده بويكا المتين اللي بيفسح التنين. وهنا ملاكم ابو الغضب بيقول له كده كده هنفوخه، وابو الغضب بيقول له يا ربنا يسترها معاك يا ابني. وهنا ابو الغضب عشان عارف قوه بويكا بيحضر له فخ احتياطي في حاله خساره الملاكم بتاعه. بنشوفه بيعمل اتفاق مع مدير سجن على مبلغ مالي كبير. واثناء استعداد بويكا للنزال الاخير بتدخل الزوجه وبتقرر تعالج له الجروح اللي حصل من النزال الاخير، وبتقول انه يخلي باله على نفسه عشان النزال الاخير اكيد هيبقى اصعب. تبدأ المباراة الأخيرة بين بويكا والملاكم المفضل لأبو الغضب. بيبقى قاعد أبو الغضب ومركز جدا في المباراة دي، بس برضه ما بياخدش في إيد بويكا غلوة، وطبعا بيكومه زي إخواته. وبيعلن الحكم فوز بويكا وتكون الزوجة فرحانة جدا جدا. وبيظهر مدير السجن اللي كان قاعد مع أبو الغضب، ونشوف أبو الغضب وهو بيتمشى مع بويكا بيقول له كده خلصت يلا. بوصول ملاكم السجن العملاق
بيبدأ أبو الغضب يتكلم مع بويكا ويقول له إن لسه في نزال أخير. بيغضب بويكا بس بيقول له لو عايز تاخدها لازم تدخل النزال الأخير. هنا بنشوف وكيله وبيحذره من الملاكم ده، بيقول له إن ده ملك السجون اللي ما بيرحمش ولا بيهزر، ويوافق بويكا. وهنا بنشوف أبو الغضب وهو بيكلم الزوجة وبيقول لها جهزي هتشوفيه دلوقتي وهو بيموت. تبدأ المعركة واللي من الواضح إنها بتبقى أصعب معركة على بويكا لسببين. أول سبب إن بويكا لسه خارج من معركة، وتاني سبب لأن الخصم اللي قدامه بيبقى قوي جدا. بس بويكا ما بيستسلمش وبيقرر ينهي المهزلة دي وبيفوز بالضربة القاضية. وبرضه بويكا المتين بيفسح التنين وبيغضب مدير السجن وبيبعت الشرطة تاخد الملاكم بتاعهم. وفي اللحظة دي تبدأ الخيانة. أثناء ما بويكا بيخرج من الحلبة بياخد أبو الغضب الزوجة وبيهرب بيها، وبيبقى فيه رجالة داخلين بعصيان وبيضربوا بويكا. بس برضه بويكا ما بيستسلمش وبيقوم يدشملهم كلهم. وأثناء لما أبو الغضب بيكون مهدد الزوجة بمسدس بيحاول بويكا يطلع لها عشان ينقذها منه، لدرجة إنه بيتعرض لطلق ناري، بس ده ما بيقللش من عزيمته وبيقرر إنه يكمل. وأثناء ما أبو الغضب بيخرج بالزوجة ويحاول يهرب بيها بويكا بيلحقهم وبيجري وراه، والزوجة بتضرب أبو الغضب فبيقدر يتغلب عليه بويكا. ورغم إنه بيصيبه بطلقة تانية بس بويكا بينقض عليه وما بيهداش إلا لما بينهي حياته وبينقذ الزوجة وبيحررها منه. وبتوصل الشرطة وبتقبض على بويكا، وده كمية المشاكل اللي وقع نفسه فيها. بتبقى حزينة جدا عليه الزوجة وحاسة ان كل اللي حصل لبويكا ده بسببها. وهنا بنشوفها وهي بتزور بويكا في السجن وبتشكره على كل حاجة عملها عشانه وبتوريله الصورة اللي بنتها رسمتها له. على رأي المثل ده البويكا عمره ما يتعدل، وده لأن بويكا وهو في السجن كان قراره المتين انه يفضل يفسح التنين. انا دي دومر، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.